يا خويا شبيك شديت الصحيح؟ تنجيبهم لك الفلوس متاعك وما عادش تخدم لي. قل لي عندك مشكلة في الفلوس؟ انسى الموضوع ولدي. راني جعت ما كليت شي نهار كامل. كمان ديلنا خويا كعيبتين بيتزا من بعد هاني كاري كرهبة هالنهارين خلينا نخرج نحوسوا. ما انت حسب ما فهمت الناس تسالك فلوس وانت قاعد تكمندي في البيتزا وكاري كرهبة وتحوس. راهو واحد خدم لي خدمة وما خلصتوش في العقل يا ولدي ايامات يبدا عندي فلوس وتتحرك تنقلصوا وحدي وحدي. ولي العشية زاد يكلمك ويحب على فلوسه يظل لي فيك تجيب في الناس على بعضهم يخدموا ما تخلص حد. لا متاع العشية مش خدمة اما راني تسلفت من عنده. معناتها الناس تسالك فلوس من الجهات الكل وانت شيخ عادي وزيد مش عاجبك وتخرجهم هما غالطين. وقديش عندهم تو يستناو؟ دي مش برشا واحد شهرين وواحد 4 شهور. شهرين و4 شهور مش برشا. ان شاء الله يكون حتى نهار برك وكان جيت بالحق ما عندكش. اما حسب ما حكيت لي ونعرف اللي عندك فلوس كيفاش تنجم تحط راسك وترقد مرتاح ومكش مخلص الناس في بالك اللي الفلوس باش تتحاسب عليهم واللي يجي يخدم لك خدمة ولا يسلفك فلوس الاولى تخلصوا قبل اي مصروف زايد تصرف فيه. وينجم يكونوا الناس هذم محتاجين وعندهم صغارهم ولا الله اعلم بظروفهم. عندك الحق. اما شنو شعملنا في الخروج والدورة والقهوة والبيتزا؟ بيتزا غدوة العشية نجي قدام الدار ونجيب لك فلوسك الكل وسامحني يا خويا.